أسدل الستار على مشاركة الدوليين المغاربة في الدوريات الأوروبية أمس الاثنين، وخطف طريق تيسودالي الأضواء إذ سجل هدفا في فوز فريقه لاغونتواز على شارلوروا بثلاثية نظيفة بالدوري البلجيكي، وهو رابع أهدافه هذا الموسم، بينما خسر بلال الخنوس مع جينك أمام أنتويرب ب3 أهداف ل2. وأنقذ يوسف نصيري إشبيليا من الهزيمة أمام سيلتا فيغو في الدوري الإسباني، حيث دخل المباراة في الدقيقة 77 وسجل التعادل في الدقيقة 84 ورفع رصيده إلى 4 أهداف. ولم يكن سليم أملاح محظوظا مع فريقه فالنسيا أمام غرناطة، حيث غادر المباراة في الدقيقة 23 بسبب إصابة عضلية. وفاز ريال بيتيس على ضيفه مايوركا بهدفين دون رد في مباراة قوية بدأها المدافع شادي رياض مع أصحاب الأرض، بينما كان عبد الصمد الزلزولي احتياطيا ودخل في الدقيقة 69. وكالعادة تألق أشرف حكيمي مع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي أمام مونبلييه، وساهم في فوز فريقه بثلاثية نظيفة وقدم تمريرتي الهدفين الأول والثالث. وشارك المدافع يونس عبد الحميد وأمير ريتشاردسون مع ريمس في الفوز على نانت بهدف دون رد بعد أن كانا أساسيين وقدم أداء جيدا في المباراة. وظهر أمين حارث مع مارسيليا أساسيا في مواجهة ليل التي انتهت بالتعادل السلبي، وقدم أداء جيدا رغم أنه أهدر فرصة سهلة أمام المرمى. وخسر ويست هام أمام برينتفورد ب3 أهداف ل1 في الدوري الإنجليزي، وشهدت المباراة مشاركة المدافع نايف أكرد. وفي الدوري اليوناني تعرض أولمبياكوس الذي يلعب له أيوب الكعبي لخسارة ثقيلة أمام بواك سالوينك ب4 أهداف دون رد، وشارك الكعبي في المباراة أساسيا وتم تغييره في الدقيقة 74. وفاز بايرن ميونخ على دورتموند برباعية نظيفة في قمة جولة الدوري الألماني، وظهر نصير مزراوي في المباراة كاملة وقدم تمريرة حاسمة.